الاستغفار يقول أحيانا يستغفر الإنسان من غير استحضار، يعني لا يستحضر القلب في كل استغفار أو في كل ذكر، وقد لزم هذا الاستغفار ولزم الذكر، وقد جاءت نصوص فيما أذكر، يعني فيما أحفظ وأذكر، أنه من لزم الاستغفار جعل الله له. فهل لزوم الاستغفار يستلزم منه الأجر، عفوا يستلزم استحضار القلب لمعاني ما يقول لكل لفظة يلفظها؟ هذا الحقيقة من يعني جزاه الله خيرا الأخ السائل الكريم يعني على هذا التنبيه. ذكر ابن الجوزي رحمه الله وكذلك ابن القيم والإمام النووي وجمع من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، ذكروا أن من تلبيس إبليس على بعض العامة أنه يقول لهم هذا الكلام: إنك لابد أن تكون في الذكر مستحضرا مطمئنا ساكنا وأشبه ذلك، حتى يحول بينهم وبين إدمان الذكر. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يذكر وصف أولياءه سبحانه وتعالى ذكر في غير موضع من القرآن كثرة الذكر. ولا شك يعلم قطعا أن الإنسان ليس يكون في كل حال على ما يحب من الاطمئنان ومن السكون ومن الاستحضار، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والآيات في ذلك كثيرة. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يلتفت إلى الشيطان ويقول لا لابد أن أكون مستحضرا وإلى آخره، لا، ذكر الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون مع الإنسان حالا ومرتحلا. حتى رؤية من بعض الصالحين لمحبتهم إدمان الذكر، رؤوا وهم في المنام يسبحون ويذكرون الله وهو في الرؤيا، وهو يعني يقول كلمات تشعر بأنه يرى رؤيا، وهكذا في المنام تجده نائما مستغرقا ومع ذلك يذكر الله يسبح الله كل ما تقلب. وقد نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه وعن جمع من السلف. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يترك هذا بهذه الحيلة التي يحتال بها الشيطان على ترك الذكر. قوله في الأثر ما أدري هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام ولا لا أستحضر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم. اللفظة هنا قال لسانك رطبا، لم يعني يذكر فيها أن يعقل ما يقول أو يستحضر بقلبه ما يقول. هل هذا الفهم صحيح؟ لا غير صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وهو حينما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني قد كثرت علي يعني شعائر الدين الإسلامي أو شعائر الإسلام، فأخبرني بعمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا كان الإنسان يعني يثقل عليه التعبد والتأله وقيام الليل وأشباه ذلك، يعني من الصلوات ومن الصيام والزكوات وأشباه ذلك، إذا ثقل عليه هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذكر عدلا لهذه الأعمال العظيمة التي يقوم بها بدن الإنسان، ويكفي فيها أن الإنسان يدمن الذكر. ما كان لسانه رطبا فإذا جاءه الموت يبس لسانه ووقف كبقية أعضائه. الله. فهذا هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. النص على الرطوبة للسان فقط، وهو الذي يباشر ظاهرا الذكر. هل معنى هذا أن الذكر من لازم الأجر فيه أن يتحرك اللسان؟ بمعنى لو أني كنت أذكر الله وأنا مطبق الشفتين هكذا، أو لساني حتى وإن كنت مطبقا لا يتحرك وأنا أذكر الله مثلا أستغفر الله، أولا الذكر هل يسمى ذكرا؟ الذكر عند أهل العلم له ثلاثة أحوال: إما أن يكون متواطئا، إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون في القلب، وإما أن يتواطأ اللسان والقلب عليه. فإذا كان الإنسان يذكر الله بقلبه كما يحصل له في بعض الأماكن التي لا يتهيأ له أن يذكر الله بلسانه فيها، فهذا مأجور، لأنه كما قال ابن القيم هو نوع من التفكر والتدبر. والقسم الثاني وهو يعتبر ذكر لأنه منع عنه، هو من جنس التذكر والتدبر، هو به أشبه. القسم الثاني وهو الذي حكى فيه غير واحد الإجماع من أهل العلم كالنووي في مقدمة الأذكار، وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وغيره، في أن الإنسان لا يكون ذاكرا لله حتى يلفظ بها لسانه. كل شيء يتعلق بها اللفظ به اللسان يتعلق به اللفظ، ولذلك لا يقع الطلاق ممن نواه حتى يتكلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
حتى يتكلم أو يعمل. إن الله عفا لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تكلم أو ما لم تكلم أو تعمل. فإذا تكلم أو عمل، مثل لو كتب الطلاق ولم يتكلم حصل الطلاق، أدنى تحريك. نعم، ومثله قوله أنت طالق. وهكذا في الذكر، وهكذا في القذف، وهكذا في شتائم الناس، وهكذا في معاملاتهم وأشبه ذلك. المرتبة الثالثة تواطؤ القلب واللسان، وهذا هو أكمله. إذا حصل تواطؤ القلب واللسان على ذلك كما قال العلماء فهذا أكمله. أدنى الحركة للسان والصوت أيضا الذي يعتبر فيه الإنسان ذاكرا أو المرأة أيضا ذاكرة، أن يسمع أو تسمع نفسها. ولكن يعني اسمع الناس قد لا ينضبط الحقيقة، والذي ينبغي أن يعرف أن تحريك اللسان هو الكافي. تحريك اللسان هو الكافي في ذلك. بعض الناس حينما تقول له يعني تسمع نفسك يزعج عن يمينه وعن يساره واللي أمامه واللي خلفه، وهذا خطأ. هذا خطأ يلبس به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الناس أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن، فسماه جهرا لأنها تتعلق به أذية المصلين. إذن يخفض يعني أقصى ما يستطيع حتى لا يزعج. نحن نقول له العبارة التي قالها أئمة العلماء، وهي اللفظ به، وهي التي هي ظاهر الشريعة. طيب.